نصيحتك ايه يا مدام انشراح للي بيصدق، اللي بيوهموهم انهم ممكن يفلتوا من المخابرات العامة عندنا، ويفلتوا من عقاب ربنا، ويفلتوا من عقاب الناس الطيبة اللي في مصر اللي هي بتفتح قلوبها لأي حد؟ نصيحتك ايه للي ممكن يقع عميل وقدامه الإغراءات الكثيرة من سفر ومن فلوس ومن مال ومن بعد ما كنت على حافة الإعدام؟ أنا نصيحتي لكل واحد أو كل ست إيه تمشي في الطريق ده غلط. إسرائيل عمرها ما كانت صادقة أبدا في كلامها، يعني إحنا أول الناس كانت بتعشمنا في حاجات كتير أوي أوي أوي. لو انتوا وقعتوا، لو انتوا مش ممكن أبدا هتتمسكوا، مش ممكن، ده أوهام. المخابرات المصرية ما بتفهمش أي حاجة عننا. كانوا بيوهمونا كتير أوي أوي. ف كذب، كل كلامهم كذب وتضليل. طب ولما قبضت عليك المخابرات العامة كانوا فين؟ ولا دلوقتي ما يعرفوش ما أي يحصل حاجة. الإفراج بعد الالتماس عنك يقولوا إن هم أظن اكتشفتي طبعا يعني لا نفسك لا مريتي طبعا بالتجربة. لا، ده كذب في كذب، عايشين في أوهام وفي كذب وفي خداع يعني. على العموم مدام انشراح، أنا عايز أقول لك حاجة. إذا كان يعني حضرتك مريتي بتجربة السجن وتجربة القرب من الإعدام نفسه، السجن الأكبر خارج السجن اللي كنت فيه، الزنزانة الأكبر خارج الزنزانة الصغيرة اللي كنت فيها. مواجهة الناس أصعب من مواجهة المأمور، أصعب بكتير من مواجهات. إنما مصر ما بترفضش أبدا أي مواطن كريم. مصر بتسامح اللي بيغلط في حقها، بتسامحه، تديله فرصة تانية وتالتة. مصر في حاجة فعلا لناس زي ما هي بتؤمن بيهم إنهم يؤمنوا بيها. وغلطوا فينا كتير جدا وسامحناهم وهنسامحهم. لكن أرجو إن تجربتك دهيا تكون دافع ليكي على إن ولادك يخدموا مصر بحب وبإيمان أكتر وأكتر وأكتر، إن شاء الله. ويكون أيضا درس لكل ست وكل شاب وكل شابة تخدعوا تذكرة طيارة لأوروبا، تخدعوا فلوس يجيب بيها ريكوردرات ولبس ويصرف على نفسه، أو إذا كان شاب يصرف على البنات والواوا اللي بتوفرها له الناس التانيين بتوع الدوري. النتيجة إيه؟ حمد لله على السلامة يا مدام دينا، وممكن تبقى حمد لله على السلامة يا مدام جينا، وممكن تبقى حمد لله على السلامة يا مدام روزا، وممكن تبقى حمد لله على السلامة يا كرياكو، يا يني، يا جوني، يا بيير، يا أي اسم من الأسماء اللي بيختاروها هم، وبتنتهي الحمد لله على السلامة يا ست دينا. وزي ما قلت لكم، مخابراتنا العامة كسبت الدوري وهنكسب الدوري، عشان ورا مخابراتنا العامة احنا الناس، احنا اللي بنشكل مخابراتنا العامة، احنا اللي سهرانين على صالح مصر. ودايما هنقول لكل واحد ما تعمليهاش تاني يا مدام دينا. اعملها تاني؟ انا بتندم ندم كبير قوي قوي. انا ازاي كنت ساكته؟ ازاي انا ايه يعني ايه اللي كان مسكتني؟ عايزه اعمل حاجه، عايزه اكفر عن اللي عملته. مش يعني بندم ندم كبير قوي قوي قوي، ولا لحظه بتفوت من حياتي اللي ما بندم عليها اللي حصل مني. فرصة الإيمان بقى اللي جاتلك دهيا، أرجو إنك توجهيها لولادك وتبتدي صفحة جديدة إن شاء الله. وإحنا بصدر رحب بنقول لك برضه الحمد لله على السلامة يا ست نشرين.